السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. انا مع بعض محشي البتنجان ومحشي الفلفل كده. يلا شوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة انا معايا هنا بتنجان. شوف البتنجان انت بتحبيه ابيض اللي هو الموف دوت الاسود. انا معايا هنا كيلو ونص. اما حاجة نقيه صغير كده، تمام. ما تجيبوش كبير يعني، وسط كده حلو عشان يبقى حلو معانا. ومعايا هنا كيلو الا ربع فلفل. انا جبت كده قرنين كده في الكبار كده، بحب اكلهم احشيهم يعني، بيبقى حلو قوي بس حامي يعني. اختياري يعني، عايزه تجيبيه هاتيه. ومعايا هنا كيلو ربع كده ايه، فلفل رومي. اما حاجه نقيه صغير زي كده، بلاش الكبير قوي ده، مبيبقاش حلو يعني. صغير ده بيبقى طعمه حلو قوي وسهل في الاكل يعني، تاكليه يعني كده حلو. والمهم معانا هنا كده خضره. كميه الخضره انت عايزاها حطيها، من كل حاجه ربطتين كده 3 حلوه، شبت وبقدونس كزبره. ومعايا هنا صلصه. ومعايا هنا وراك. تمام، انا معايا هنا كده 4 وراك ونص كده. انا بخلي الفراخ البانيه الصدور، واخد الوراك وكده. فبخليها الصدور للبانيه، واخد الوراك ايه نعملهم زي كده ايه نسلقهم. ومعانا زيت وملح وبصل. المحشي بيحب البصل طبعا، كل ما تكتري بصل كل ما المحشي بيطلع حلو. انا كده هعمل البصل ده كله للفراخ وللصلصه وكده يعني. ومعانا البهارات كمون وفلفل اسود، بهارات 7 بهارات وبابريكا. اي بهارات عندك بتحبيها حطيها. تمام. انا هجيب كده سكينه بقى عشان نقور البتنجان بتاعنا. انا مش هقور دلوقتي، انا هبدا اعمل ايه. هنقع معايا الفراخ بتاعتي، انقعها كده على ما اجي اخلص بقى الصلصه بتاعتي، واخلص المحاشي ويعني اخلص كل اللي انا بعمله، يكون هو ايه الزفاره اللي فيها طلعت. اول حاجه انا حطيت هنا معلقتين سكر وحبه ملح كده في قلب الميه، وحبه خل. وتحطي ليمونتين كده تعصريهم وتقلبيهم كده وتسيبيها ايه تطلع الزفاره فيها. على ما تخلصي كده المحشي بتاعنا يكون هو ايه اتنقع كده وخد راحته في الميه. انا في الوقت ده خلاص انا عبيت حله ميه كده حطيتها على البوتاجاز، اجهزها يعني للسلق الفراخ. وبعد كده هنضف الخضره مع بعض كده. اهم حاجه نضفيها حلو، لو في طينه ولا فيها اي حاجه نضفيها، واقعدي اغسلي فيها، طلعي الرمله اللي فيها. تمام، اقعدي اغسلي فيها كتير كده، تنزلي كده تبقى ساعات تبقى فيها طينه وساخه. لا اغسلي اول، اقعدي اغسلي كده فيها. وبعد كده نحط حبة خل. الخل ليه هنا بقى؟ عشان يطلع اي ميكروبات في قلب الخضرة، عشان يبقى ساعات في حشرات ماشية على الخضرة، فلازم نعقمها الاول. نحط حبة خل كده وحبة مية ونسيبهم منقوعين على برضو. شو هنعمل ايه؟ ادي البصل اهوت برضو، هقطعه كده انضفه واحطه في بولة كده فيها مية. ننجز وقت كده ايه يعني، ايه ايدك سريعة كده وتخلصي. تمام. انا هقشر البصل كده واغسله. برضه اهم حاجه يكون ميه جاريه كده، تنضف اي حاجه معانا. طول ما الميه شغاله كده تنضف معانا الحاجه وتبقى حلوه. بعد كده خلاص هنلم الزباله كده اللي في قلب الحوض، البصل اي حاجه في الحوض نضفيها. وبعد كده خلاص انا غسلت السكينه كده عشان اقطع البصل بتاعي. اهم حاجه كده، انا البصل المحشي بيتخرط، مش هفرمه في الكبه. لا، المحشي بيحب البصل المتقطع. تمام. وانا بحب البصل المتقطع في قلب المحشي بالذات. انا بقى مش هقطع الحتت في الاخر دي، اخليها للشوربه يعني. اخرط كده البصلايه واخليها ايه الحته الاخرانيه كده للايه للشوربه، ارميها فيها. تمام. انا ده نقطع كده حبه بصل. البصلايه دي قطعتها 4/4 دي اخليها للشوربه. تمام. واخرط البصلايه دي كمان كده للمحشي، واخلي بقيتها برضو في الحته الاخرانيه دي اخليها للشوربه. واخلي اخر بصلايه معايا دي مش هقطعها خالص في البصلايه، انا اخليها كده كده في جنب، وهقول لك ايه هنشيلها ليه. بعد كده هقطع برضو قرن فلفل كده حتت صغيرة عشان هنشوحها مع البصل، بيدي طعم وريحة جميلة قوي، يخلي كده ريحة المحشي يجيلك من اخر الشارع. انا حطيتها في طبق كده، وهجهز معايا مع بعض كده ايه حاجة الشوربة. ادي البصل قطعته اهو، ونجيب قرن فلفل برضو كده نقطعه حتت صغيرة، ونجيب ليمونة نشيل منها البذر ونقطعها برضو 4/4 كده. الليمون يا جماعة مش هيمرر الشوربة، لا ده هيخلي طعم الشوربة حلو قوي، ويطلع الزفارة لو في اي زفارة في الشوربة هيطلعها.
حلو قوي التركايه دي، جميله قوي. وبعد كده هتجيبي طماطمايه برضو تقطعي عليهم وتسيبيهم. بعد كده خلاص انا صفيت الخضره بتاعتنا، وبعد كده هقطعها حتت صغيره. لما تجهزي حاجتك كده على الرخامه هتنجزي وقت وتخلصي على طول. تقطعي البصل، تقطعي الخضره، تقطعي كل حاجه، تغسلي الرز وتركني كل حاجه كده جنبك واشتغلي بقى على طول. كل حاجه هتخلص في ثانيه ان شاء الله. على ايدي سريعه اهيت عماله اغسل، قصدي اقطع في الخضره بتاعتنا. تمام. هقطع فيها كده حتت صغيره، خلي بالك عشان متعوريش من السكينه. انا هقطع الخضره اللي عندي. كل ما تكتري خضره كل ما المحشي بتاعي يطلع حلو قوي. المحشي بيحب خضره كتير وبيحب بصل كتير، والطماطم برضه بيحب الصلصه كتير. بس اهم حاجه قطعي حتت صغيره على الخضره بتاعتنا. ادي البصلايه اللي انا قلت لك عليها هنركنها، هبشرها على الخضره بتاعتنا. ليه بقى البصلايه دي يا جماعه؟ بتدي طعم في الاخر الرز والمحشي لما بيستوي خلي ريحه المحشي حلوه قوي 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 قوي. طب البصل ده هيصنن؟ لا مش هيصنن. ده كله وانت بتجهزي كل حاجه. هتحطي من كل حاجه بالبهارات كده، حبه حبه كده وحبه ملح، وترشيه عليه وتقلبيه وتسيبيه. ماشي. انت مش هتعملي التكه دي وتسيبي، لا ده كله انت بتشوحي يعني. خلاص الحاجه خلاص بتعمليها. وكده كده اصلا الطماطم بتاعتنا مسبكه، مش هناخد وقت. ادي كده حطيت كده كوبايه الا ربع كده زيت في قلب الحله، ولعت على حله الميه برضه عشان اسلق الفراخ. وبعد كده حطيت البصل بتاعنا. اول حاجه هنحط السكر ومعلقه السكر ومعلقه الملح في قلب البصل عشان تكرمل معانا البصل. ودي على طول في اي اكلات احنا بنعملها طبعا، معلقه الملح ومعلقه السكر نحطها كده وتتكرمل معانا. وبعد كده على ما البصل يتشوح معانا هغسل الفراخ في الوقت ده، اطلع منه اي حاجه وهنضفه كده مره واتنين. والبصله كده كده على النار. اهم حاجه توطي النار، متعليش خالص عشان ما تحرقش مننا. خلاص انا غسلت كده الفراخ، وادي البصله اهي لسه اهي. هحط بقى بقى البهارات بتاعتنا من كل حاجه حبه حبه كده، ما تكتريش بهارات في الشوربه عشان ما تغمقش الشوربه لينا. وبعد كده احط حبه ملح. هجيب طماطمايه اقطعها واحطها فيها. دي يا جماعه حبهان وورق لوري انا طحناه وحطاه في برطمان زي كده. حطيت حبه كده في قلب الشوربه بيبقى حلو قوي. وقطعت طماطمايه وحطيت كده قلبين مرقه وسبت الميه تغلي براحتها. وادي البصله اهيت ايدي فيها على طول برضو. اول ما الميه تغلي هسقط الفراخ. وبعد كده حطيت في الوقت دوت بقى الفلفل اللي احنا قطعناه مع بعض. تمام. تمام. انا خلاص كده اهو بدأنا اشوح في قلب الفلفل كده مع البصل. لسه الميه ما غليتش. اول ما تغلي ما تسقطيش الفراخ دلوقتي. لو سقطت الفراخ في الوقت ده هتلاقي الفراخ عمل معاكي ريم على الوش. تمام. لو الميه غليت حطي الفراخ، عمرها ما تعمل معاكي ريم ولا الكلام ده. وادي معايا كده كيلو الا ربع رز كده مغسول. تمام. هغسله كده ولا اهم حاجه انقي الرز لو فيه اي وساخه. انا منقياه ونضيف. معايا كده كيلو الا ربع، واسيبه بقى يتصفى كده على ما اخلص الصلصه بتاعتي. خلاص كده الشوربه كده غليت اهي. حطيت الفراخ وغطيت عليها. هدني برضو ايده مستمره في قلب البصل عشان ما تتحرقش مننا. لسه شويه. طول ما بتحمري البصل بتاع الصلصه بتدي طعم حلو قوي للمحشي. ما ينفعش احطها نيه او لسه محمراتش. لا، كل ما تتحمر بتدي طعم حلو قوي للمحشي. انا قلت اقلب كده الفراخ كده في بعض وغطيتها تاني. وادي الفراخ خلاص. وادي البصل. انا كده خدت كده 4 معالق كده. هقول لكم نعمل ايه برضه ال4 معالق. انا حطيت الصلصه كده وبعد كده اغطي عليها. خلاص انا هوطي بقى النار كده عشان الشوربه تدهولش الدنيا. ادي حبه البصل اللي انا قلت لكم عليها عم بقى هاكلهم طبعا. انا طبعا ما ينفعش اعدي الموقف ده. لازم اكل البصل كده وانا بقلي وانا بعمل اي اكل. التقليه دي ومفيش اي حد اكيد يعني كله بيعمل كده. تفاصيل بقى يا جماعه تفاصيل. فكده خلاص انا اكلت البصل طبعا.
وادي ايه قلت اقور كده البتنجان. ادي اهو انا ده انا هقور في البتنجان، وبعد كده هقور اخلص كل الكميه. وبعد كده هعمل ايه حبه بتنجان وحبه فلفل، يعني ايه حبه من هنا وحبه من هنا، تنجز وقت يعني. يعني على ما الطماطم تتسبك، الفراخ تستوي وكده، قوري شويه وشوفي الحاجه اللي على النار كده يعني، ما اقعدش يعني. تخلص كده دنيتك كده. المحشي يا جماعه ما بياخدش حاجه. في ناس انا اعرفها شخصيا، اقسم بالله العظيم بيعملوا ايه بقى، قال بيقوروا في يوم، وبينضفوا الخضره في يوم، وبيسبكوا في يوم، وليه ان شاء الله طول الاسبوع على ما الاسبوع يخلص كونوا خلصتوا المحشي. هو حلاوه المحشي في يوميها، ما اعرفش اكل المحشي الا اعمله كده في يوميها. يعني سبحان الله، في ناس كده بتحب تعمل محاشي كل يوم تعمل حاجه، فليه كل حاجه هي ما خدتش حاجه؟ ايه يعني ساعه زمن ولا ساعتين زمن خلاص كل المحاشي اللي انا عايزاه؟ يا رب كمان لو انت حابه تعملي كرنب كمان، طول ما الحاجه دي بتعملها بنفس وبرضا هتخلص معاكي على طول. ادي خلاص لقيت الصلصه محتاجه كده المرقه بتاعتنا وحبه ملح حطيتهم، والشوربه اهي برضو خلاص حطيت لها حبه ملح. الوراك ما بتاخدش حاجه يا جماعه، يعني ما فيش 10 دقايق اصلا وبتستوي. تمام. اما حاجه ايدك كده في الصلصه على طول عشان ما تشطش مننا، يعني انت بتقوري شويه بص اللي على النار وشوفي. خلاص انا خلصت كده تقوير، وادي الرز اهوت، وادي البتنجان اغسله، حطيته كده في بوله كده، واحط عليه الميه جاريه كده خليها تنضف البتنجان معانا ونغسله من اي ميكروب اي حاجه فيها، ونحطه في مصفى زي كده يتصفى ايه معانا. خلاص مفيش حاجه خدت وقت اهو، في ثانيه كل حاجه في ثانيه اهي. ليه بقى نقعد بقى نقور في يوم ونغسل في يوم ونسبك في يوم والكلام ده؟ هتحسي بطعم المحشي ازاي لما تتعبي كده؟ خلاص كده الطماطم اتسبكت معانا. خلاص كده الفراخ بتاعتي كده خلاص استوت. اول ما تحطي ايدك كده عليها تلاقيها يعني طريه، خلاص كده خلاص تمام. هطلعها بقى ايه في طبق عشان تبرد معانا. تمام. خلاص كده بقت مية مية معايا. اغطي بقى الشوربه بتاعتي واسيب بقى الوراك ايه بره عشان تبرد عشان ما تتهرش مننا. كده خلاص كده حطيت الرز بتاعي، وده انا برضه اشوح فيه على نار هاديه لحد ما الرز كله الابيض ده يختفي معانا. هذا نقلب كده. وبعد كده احط الخضره بتاعتي اللي احنا عملناها ببصل كده. التركية بتاعت البصل دي يا جماعه تخلي ريحه الخلطه بتاعتنا جميله قوي قوي قوي، والله العظيم هتجيب المحشي بتاعك من اخر الشارع. تمام. خلاص كده ده كله على طول كده على النار كده، ما تسيبيش الرز كتير. وبعد كده خلاص انا عبيته كده في طبق. هقعد بقى ايه هحشي المحشي بتاعي كده. اما حاجه ما تحشيش البتنجانيه الاخر، خلي زي عقله صباعك كده، يعني حط عقله كده من قلب المحشيه، يعني تحسي كده ان ما تتنيش قوي يعني، عشان لسه ما الرز ما يستوي معانا المحشي ده كله هيطلع. تمام. ما تحشيش قوي الرز، ما تملوش على الاخر، خلي كده فراغ شويه. يعني هعمل حبه بتنجان حبه فلفل. واهم حاجه الفلفل الحامي ده ابعديه عن يعني ابعديه على شويه، يعني متحطيش فلفل الحامي ده متوزع، لا خليه في جنب كده لوحده عشان ما ايه ما يخليش البتنجان او الفلفل بتاعي كله يبقى حامي. تمام. او حبيت تعملي حله حاميه كده لوحدها اعملي، وحله بارده بس هم عشان مش مستاهلين انا حاططهم في حله كلهم مره واحده. تمام كده احشي كده وحطي. الفلفل نفس القصه، ما تملوش قوي على ما يستوي هيبقى حلو كده.
ما خدش وقت اهوت وسبكنا وسلقنا الفراخ وعملنا كل حاجة. ومفيش حاجة بتاخد وقت، طالما انت في دماغك تعملي حاجة اعمليها. لكن ما تعمليش بقى بتنجان في يوم والخضرة في يوم وتنقي الرز في يوم. والله العظيم في ناس بتعمل كده فعلا. والله العظيم في ناس شخصيا انا اعرفها، والله العظيم بيعملوا كده، بينقي الرز في يوم والخضرة في يوم ويسلقوا في يوم الكرنب، ومع ساعات يحشي في يوم. وكمان ساعات بيقوروا في يوم. يعني ده ويعملوا الصلصة في يوم. طب ليه يعني؟ على ما يجي الاسبوع يكون خلصت المحشي يعني. لا صراحة ما عنديش انا الكلام دوت. حتى عند امي هناك كلنا بنعمل محشي كده في يوم، واكيد ناس كتير بيعملوا كده المحشي كله في يوم واحد. قليل تلاقي حد يعمل الكلام ده. بس مش مستاهله ان تقعد اسبوع على ما تعملي حبه المحشي، يعني مش مستاهله يعني. المحشي خلص معانا هو ما خدش وقت. ومفيش حاجه بتاخد وقت طبعا، طول ما انت في دماغك حاجه تعمليها هتخلص. انا بقى ده نحشي كده ايه كميه المحشي كده. والكرنب برضه بياخدش وقت، كرنب وورق العنب والكلام ده كله. خلاص انا خلاص كده تمام، خلصت كده ايه الحله بتاعتي. اهم حاجه رصيها حلو. ولا برضه لو في كام قرن فلفل كده حطهم على الوش، يعني هيستوي برضه معايا. خلاص. خلاص كده تمام، انا حطيت كده كله كده. هولع عليه بقى اللي على النار. الشوربه معانا هي سخنه اهي برضه. لو بردت منك ولع عليها سخناه. اهم حاجه ما تكتريش الشوربه. اهم حاجه الشوربه تبقى نص البتنجان يعني. اسقيه لحد يبقى نصه كده. ما تكتريش الشوربه عشان ما يتهريش منك. خلاص كده انا هغطيه. وبعد ما يغلي اهوت، لسه برضو مش هنوطي عليه خالص دلوقتي. ما توطيش النار دلوقتي خالص، عشان لو وطيتي في الوقت ده هيتهري منك وهيتعجن، هيبقى بسيسه خالص. لا احنا عايزينه بقى ايه يبقى مفلفل كده وحلو. اصبري شويه لسه بدري. بس عينك عليه، علشان بيشيط ساعات، ما بياخدش وقت وبيشيط. عينك برضو عليه ما تسيبوش خالص. تمام انا خلاص كده في الوقت ده وطي. خلاص كده استوى معايا. على بقى خلاص كده اسخن الشوربه بتاعتنا. هقلي بقى الفراخ بتاعتنا بقى. حطيت كده حبه زيت في قلب الطاسه، ولعت على تسخن. وبعد كده ايه اقلي بقى الفراخ بتاعتك كده. انا حطيت كده اهو هقليهم على ما الشوربه بتاعتنا تكون تسخن كده. يكون اي حمرت الفراخ. وجهزي كده ليمونتين 3 كده ايه للشوربه. خلاص المحشي بقى اهو حلو اهو معانا. بقى مفلفل واستوى اهو. ما نكتريش الشوربه عشان ما يتعجنش. وادي خلصت كده المحشي وغرفته. حبه الشوربه هي اتحطت على ليمون وحمرت الفراخ. ايه رايكم؟ حبه محشي زي العسل، اقسم بالله. ما اقولكيش مفحفح الدنيا. والله العظيم بصي ما اقولكيش يعني خلى اللي في كل في البيت خلاص احنا جوعنا خلصي بقى. حبه شوربه اهي، غرفي كده كام طبق شوربه كده وحطي عليه ليمون. وادي الفراخ بتاعتنا اهي جميله ومحمره اهي. حبيت تعملي برضو فراخ مشويه اعملي عادي يعني، بس انا بحب اسلق الفراخ للمحشي بالذات عشان الشوربه. بتمحشي زي العسل. تعالوا اتفضلوا معانا بقى. لو عجبكم بقى المحشي بتاعي، اللي ما اشتركش في القناه اشتركوا عشان وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهم حاجه كومنت حلو كده منك واهم حاجه لايك كده. وايه رايكم في المحشي بتاعي؟ ايه رايكم؟ بالله عليكم حلو ولا وحش؟ والله العظيم زي العسل. الف هنا ليكم حبايبي. تعالوا بقى اتفضلوا معانا كلوا معانا. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة يا حبايبي. مع ألف سلامة. سلام.